السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعينا الكرام. النهاردة هنعمل مع بعض الصوبيا الرحماني اللي بتحبوا تاكلوها وتعملوها أحلى كمان من اللي بره. هنجيب حلة على النار، هحط فيها 5 كوبايات كبيرة من المية، وأغطي الحلة وهسيب المية تغلي معايا. أول ما تغلي أكون محضرة كوباية من الرز مغسولة ومتصفية كويس، هنزل بيها على المية وهساوي الرز في الحلة وهغطي وهسيبها. اول ما تغلي معايا المية مع الرز كده هوطي عليها على نار هادية واتابعها اثناء السوى، وافضل كل شوية اتابعها لغاية ما نوصل للمرحلة دي، يبقى الرز كله داب وناعم معايا وسائل بالشكل ده، ما يبقاش ناشف معايا. هسيب الرز يبرد على جنب، وبعدين نبدأ نشتغل فيه. معايا حليب، كريم شانتيه، جوز هند، فانيليا، سكر. الحليب ده كامل الدسم، غليته وسبته لغاية ما سقع في التلاجة، وبعدين هشتغل بيه وهو ساقع. هجيب الخلاط بتاعي وهحط 2.5 كوباية من الرز بعد ما برد معايا، وهضرب الرز معايا في الخلاط الاول علشان اتأكد ان الرز بتاعي داب وبقى ناعم ومفيهوش اي تكتلات. هضرب الرز بالشكل ده وهضرب شوية واوقف شوية، هتلاقوا الرز عمل معانا فوم ورغوة بالشكل ده وناعم معانا. دلوقتي هنشغل الخلاط وهنزل بمعلقتين كبار من جوز الهند على الخلاط، في الخلاط معلش مع الرز، لان جوز الهند معايا هنا مبشور واحنا محتاجين جوز الهند يبقى ناعم، فهضربه مع الرز علشان ينعم معايا. لكن لو انتم مستخدمين جوز هند ناعم يبقى خلاص هتضيفوه مع بقية المكونات، ومفيش داعي ان انتم تضربوه شوية مع الرز. دلوقتي برضو الخلاط شغال، هنزل بالفانيليا بتاعتي، هلاقي الرز بيزيد معايا وبيعمل فوم ورغوة اكتر. وهنزل بالسكر، والسكر هنا نسبي، تقدروا تحطوا كمية السكر اللي تناسبكم. انا حطيت 4 معالق كبيرة من السكر. هقلب السكر شوية، ودلوقتي هوقف الخلاط وهضيف بودرة الكريم شانتيه. هحط 4 معالق من بودرة الكريم شانتيه، واستخدموا نوع كويس عشان يديكوا طعم ونكهة كويسة للصوبيا بتاعتنا. وهرجع اخفق تاني لغاية ما كل المكونات تتجانس مع بعضها، وبعدها هضيف 1.25 كوباية من الحليب كامل الدسم بالوش بتاعه، مش هشيل الوش من عليه. دلوقتي كده هضيف الحليب، بعدين هخفق كل المكونات تاني شوية صغيرة كده مع بعض، وبعدين هبدأ اجهز الكاسات والاطباق والكوبايات بتاعتي، واصب الصوبيا بتاعتي في الكوبايات. ملحوظة، كوباية الرز اللي احنا سلقناها هتعمل معانا كمية كبيرة. لو انتوا مش عدد ومش محتاجة الكمية كبيرة يبقى اعملي ربع كوباية رز او اسلقي نص كوباية رز، واقسمي المقادير زي ما انا عملت. ودي كده الكمية اللي طلعتها لي كوباية الرز، عملت لي 15 كوباية. تقدروا بقى تزينوها بقرفة، قرفة بودرة، قرفة عيدان، انا حطيت فستق، ممكن تحطوا سكر بني، تحطوا زبيب وجوز هند زي ما انا عملت. انا بحب عين الجمل، حطيت عين جمل. ممكن تسيبوها سادة، ممكن تحطوا صوص كراميل، ممكن تحطوا صوص شوكولاتة، فواكه مجففة، اللي انتوا تحبوه كله. اطلقوا خيالكوا والطعم اللي بتحبوه وضيفوه، الصوبيا بتقبل اي اضافات. وده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. لو عجبكم استنى تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.